اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل قرنبيط تاني. ايوه، بس القرنبيط ده مختلف. القرنبيط دوت هنعمله بدون بيض وبدون لبن وبدون اي حاجه مكلفه. لا، كفايه عنا بقى قرص القرنبيط اللي هو ايه، جايبينه كده. صراحه انا جايبه اتنين ب35. هم حلوين الحمد لله. فطبعا بنقطعهم زي ما انتم شايفين كده، بنخلي الزهرة كلها صغيرة كده زي ما انتم شايفين، ولازم تبقى الزهرة ايه، صغيرة، عشان نعمل النهاردة القرنبيط بطريقة جميلة. هو صراحة هنعمله بطريقتين مش بطريقة واحدة، والاتنين بدون بيض. ماشي. تعالوا نشوف دلوقتي بعد ما قطعناه كده وخلينا الزهر كده الصغير، بنمسك تاني القرنبيط. يعني اعتبر عملت 1.5 كده لنوع، وواحد ونص واحدة ايه قطعتها زهر رفيع خالص زي ما انتوا ايه شفتوني كده. معايا المية غلت على النار، حطيت فيها معلقة كمون ومعلقة ملح، ورحت جاية ايه بقى سلقاها. استوت معايا بالطريقة الجميلة ديت. انا مش بحب ان انا ادوس عليه قوي في السوا، يا دوبك كده احس ان هو خلاص استوى معايا ودخل في السوا، بروح جايه ايه سلقه. بمسك القرنبيط اللي هو الزهر الصغير دوت، وكانت فاضل كام واحده كده من اللي هي الكبيره، قلت احط دول مع دول عشان ايه يعني الوقت وكده. ورحت جايه سلقاهم بالطريقه الجميله ديت. بطلع اللي هو الصغير لوحده، والبرضو التاني ايه لوحده. ديت طماطم هناخد منها كده ايه 5 6 حبايات، ونروح حاطينهم في الخلاط كده، ونروح ايه ونروح ضربينهم. وتعالوا نشوف بقى المكونات اللي احنا هنحطها معانا على ال5 6 حبات طماطم دول. حطينا فلفل اسمر، حطيت فلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه، وديت معلقه كركم. ماشي. وديت معلقه قرفه. خلاص. وحطينا دلوقتي 5 معالق من الدقيق عشان معايا كمية كبيرة. لكن طبعا انت لو هتجيبي قرص صغير بتحطي نص الكمية اللي انا بقول عليها ديت. 5 معالق من الدقيق، وحطينا ربطة كزبرة او ربطة بقدونس كده بالطريقة دي، وعملتها وفرمتها كده وحطيتها زي ما انتوا شفتوا كده في الخلاط بالشكل الجميل دوت. دلوقتي انا صراحة جالي مشوار، يعني جالي مشوار وانا بعمل في الخلطة، رحت سايبة القرنبيط. قلت ايه لما ارجع اعمله. رجعت لقيت مرات ابني هي اللي ايه اللي قالته. فطبعا صراحة انا مش كنت متوقعة ان هي هتقليه. هي طبعا حطت الزيت، ولما الزيت سخن نزل عليه كده في قلب في يعني حطت القرنبيط كده في الخلطة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عملناها ديت. وكنت حاطة معاها مع الدقيق دوت معلقة نشا كمان، ورحت نازله ايه بيه كده. بس يا ريت ما تحطيش، انا بقول لك ما تحطيش كربوناتو، مش بقول لك حطي، ما تحطيش كربوناتو، عشان الكربوناتو بيخلي الطبقه اللي احنا عاملينها دي تقع منك في الزيت. فيبقى دقيق ونشا على الطماطم، على معلقه كركم، على فلفل اسمر، على كمون، على كزبره ناشفه، على معلقه قرفه، وديت اختياري مش اجباري. وتعالوا نشوف دلوقتي بعد ما هي بسم الله ما شاء الله حطيته في الطاسة كده وقليته بالطريقة الجميلة ديت. هي صراحة كانت بتشرح لكم بس أنا مش عارفة الصوت راح فين. كان صوتها جميل صراحة وهي بتتكلم. فطبعا كده قليته بسم الله ما شاء الله، كانت مخلياه كده وردي ورد ورد. شايفين بدون بيض بدون لبن، وشكله عامل ازاي، وكان مقرمش جميل جميل جميل، وكان طعمه خطير. طيب دلوقتي انا رجعت ولقيتها هي بتقليه، قلت لها خلاص كملي زي ما انت بتكملي. ماشي. مسكت انا بقى دلوقتي طاسه. دلوقتي هي قالت الكميه كلها اللي هي عايزه تتقلي وخلصتها. مسكت طاسه حطيت عليها بصلتين مع في قلب الزيت اللي هي كانت قاليه بيه، صفيته وقلت ايه استخدمه. حطيت بصلايه، وحطيت معلقه بابريكا، حطيت معلقه كزبره ومعلقه كمون، ورحت سايباها تتشوح كده، وحطيت في قلبها القرنبيط اللي انا مقطعاه وشوحته بالطريقه الجميله ديت في قلب ايه في قلب البابريكا، وفي قلب الزيت، وفي قلب ايه الكمون والبهارات بتاعتنا مع البصلايه. ماشي. بنقلبه التقليبه الجميله ديت. وتعالوا نشوف دلوقتي بعد ما بنشوحه كده في الزيت. بصي انا مش بسيبه في الزيت، انا مجرد ما بشوحه كده قدامكم، يعني مجرد ما بقلبه كده اهو اتقلب معايا مع البصله مع الكلام ده، بروح طافيه عليه. ليه؟ عشان انا سلقاه. اي نعم انا مش مسويه قوي في الميه،
بس برضو مش عايزة اسويه في البصل قوي عشان لسه طبعا هنعمله بطريقة تانية. تعالوا نشوف دلوقتي. معايا طاجن فاضي، وتعالوا نشوف. بروح جاية حطاه، بس مجرد ان انا بحط فيه حبة زيت من تحت، وبروح جايبة القرنبيط اللي انا قلبته معاكم في قلب. مش هقول لكم ان انا قلبته في قلب الطاسه، بس في البابريكا والبصل والكلام دوت. مش هقول لكم شوحته، انا قلبته بس كده، مجرد تقليبه كده معايا. ماشي، قلبته حطيته في الطاجن كده او في الصينيه اللي هتشتغلي فيها. معايا بصلايه ناعمه، ومعايا طماطمايه مقطعاها كده خرط برضو ناعمه. ماشي، حطيناها كده، وقرن فلفل اخضر او قرن فلفل احمر، حاجه من الاتنين، قرن فلفل اخضر او قرن فلفل احمر. ونحط حبه بقدونس برضو عليهم كده، من ورق البقدونس الناعم، وبننزل عليها كده. ومعايا دلوقتي شفشق الخلاط، حاطه فيها معلقتين من الدقيق، معلقتين من الدقيق، وحط عليه وحط عليه البهارات بتاعتنا الجميلة ديت. وبروح جاية يا جماعة مع طماطمية برضو فرماه في الخلاط، وبروح جاية ومعلقة بابريكا، وبروح جاية حطاه كده بالشكل الجميل دوت في قلب الطاجن. وبروح جاية بقى حاطة الخلطة الجميلة اللي احنا ضربناها في الخلاط دي على الوش. تعالوا نشوف دلوقتي بقى بعد ما ندخله الفرن وتطلعيه. طبعا ديت البهارات اللي احنا حطيناها، وديت كانت بهارات فراخ عشان نديله طعم بقى ان هو معمول معانا بفراخ كده. والله ما حطيت له اي حاجه غير بهارات الفراخ والفلفل الاسمر والكمون والكزبره الناشفه. ديت كل البهارات اللي حطيتها عليه. ماشي، وبقلب الكلام ده كله يا جماعه مع بعضه كده. وحطينا كده معايا طبعا دوت قرن الفلفل الاخضر اللي قلت لكم عليه، حطيناه. ومعايا كده الخلاط ضربنا فيه معلقتين دقيق مع طماطمايه مع معلقه كركم. نفس الخلطه اللي عملتها في المقلي هي اللي عملتها في ده. وبروح جايه مسوياه كده في قلب الطاجن بالشكل الجميل دوت. ماشي، خلاص سويناه كده وخليناه زي الفل كده. بجيب بقى الخلاط، وبروح جايه واروح جايه حطاه على الوش، منزلاه كده اهو. وبياخد بقى بديله كده شكل زي ما يكون بتعملي بشاميل بالظبط، وبتحطي البشاميل على الوش. بس نقدر نقول يعني ديت بشاميل ني او مش حاطيناه على النار. كل الحاجات ديت هندخلها الفرن دلوقتي، وتعالوا نشوف كده هنعمل ايه بالظبط. خلاص هندخله الفرن يا جماعة على الرف الأوسط. ماشي، مش تحطيه تحت عشان ما يتحرقش، هو الرف الأوسط. وبعدين يا دوبك ياخد غلوة، وهنديله وش من فوق عشان انتوا عارفين ان هو مستوي. يعني هو مستوي معانا، كل حاجة مستوية، بس هنديله وش من فوق عشان طبعا البشاميل اللي نقدر نقول بشاميل عليه من على الوش كده. وحطينا حبة زيت وياخد معايا لون ونطلعه. تعالوا نشوف دلوقتي بعد ما طلع من الفرن شكله عامل ازاي. بصوا معايا بقى، شايفين ده القرنبيط واو عامل ازاي؟ شايفين؟ نقدر نقول قرنبيط اقتصادي اقتصادي اقتصادي. ومعايا هنا دلوقتي والله بصوا كان شكل القرنبيط جميل جميل جميل، وطعمه كان خطير والله، ما اترمى منه فتفوتة، حاجة كده جميلة جميلة جميلة، حاجة فوق الخيال. ودلوقتي تعالوا نشوف بقى الصينية او الطاجن اللي احنا عملناه. كان طعمه جميل رهيب رهيب والله يا جماعة. بصوا كده شكله جميل خالص. تقدري ان انت تجيبي حتة القرنبيطة. والله انا عندي ابني مش بياكله، كانوا بطريقة الطاجن دي، كان طعمه جميل خالص. اعملي لي عيالك ودخليه في اي صنف تاني كده او اي طريقة تانية، مش لازم تعملوا له مقلي على طول، عشان خاطر بنغير من الاصناف. ومعايا دوت اللفت اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، وطبعا العيش البلدي بتاعنا الجميل. فاقول لكم والله كان طعمه خطير خالص. انا من عشاق القرنبيط، ولو وصلتوا معايا لغايه هنا مش تنسوا تحطوا لي احلى لايك، وتقولوا لي احلى كومنت ايه رايكم في القرنبيط الجميل دوت. وطبعا دوت
من رغبة الحبايب اللي طلبوا مني ان انا اعمل لهم قرنبيط تاني، وقالوا لي اعملوا لنا بطريقة تانية، عملته لهم. ويا رب يبقى الفيديو عجبهم. مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد. وانا النهارده بقول لكم بالهنا والشفا على قلبي وقلبكم بجد. يعني مستنية الكومنتات بتاعتكم الجميلة اللي تقولوا لي فيها ايه رأيكم في الأكلة الجميلة بتاعتنا النهاردة.